منك لله يا جمال يا علام، منك لله يا حازم يا إمام. منظومة رياضية في مصر فاشلة، منظومة رياضية في مصر فاشلة. مصر تخرج من كأس الأمم الأفريقية على يد الكونغو الديمقراطية. أضعف فرق البطولة هي الكونغو الديمقراطية. مصر مع إيدين المدرب الأجنبي فيتوريا الحالي ما تفوزش ولا مباراة، كل المباريات تعادل. صعودك للدور ال16 ب3 تعادلات، وبرضه حققت التعادل في دور ال16 واتهزمت بركلات الترجيح. قدام مين؟ قدام الكونغو، أضعف فرق البطولة. منك لله يا جمال يا علام، منك لله يا حازم يا إمام. حسبنا الله ونعم الوكيل. ضيعتوا الكرة المصرية، ضيعتوا الكرة المصرية. اختياراتكم كلها غلط، بداية من كوبر، كروش، وأخيرا فيتوريا. ده اتحاد مصري؟ ده منتخب مصر؟ ده منتخب الفراعنة؟ ده منتخب الساددين؟ دول أبطال القارة 7 مرات. ضيعتونا، ضيعتونا باختياراتكم الغلط، ضيعتونا بفكركم الغلط من أول لآخره. مدير فني من أول اختياراته وهي كلها غلط. مدير فني أسلوب لعبة في الملعب غلط. مدير فني في تغييراته غلط. في كل شيء مدير فني غلط، في كل حاجة مدير فني غلط. ضيعتوا منتخب مصر. عشان تعرفوا ان النادي الاهلي هو الشمعة اللي منورة في الكرة المصرية، الشمعة المضيئة داخل قارة افريقيا من مصر. تخيل معي لو مصر ما فيهاش النادي الاهلي، كنا هنبقوا منتهيين في كرة القدم. ليه؟ لان متوليين ناس في الاتحاد المصري ليس بكفاءة، ناس ولا تفهم شيء في كرة القدم. حتى لو كانوا لاعبين كرة القدم، في فرق بين اللعب والإدارة. مش معنى ان انت لاعب مهاري يبقى انت هتكون في الكادر الاداري مهاري. هتختار المدير الفني الصح. منتخب مصر ما ينفعش يمسك غير مدير فني وطني، مدير فني وطني. منك لله، منكم لله كلكم جميعا، منكم لله. ضيعتوا الكرة المصرية. حسبنا الله ونعم الوكيل. اختيارات غلط، ومدير فني غلط، وتشكيلات كلها غلط في غلط. كوت ديفوار لما المدير الفني بتاعها أساء وكانت نتائجها كلها مسيئة وخدوا المركز الثالث في مجموعتهم، كانوا ثالث المجموعة، تم إقالة المدير الفني، تولى المدرب المساعد. شوف فعل إيه في مباراة امبارح اللي صعد منها لدور الثمانية. شوف عمل إيه وصعد إزاي لدور الثمانية. واحدة ما عندناش منظومة، فكرنا كله غلط، الفكر كله من أول الغلط. نرمي المسؤولية على أبو جبل. ترمي المسؤولية على أبو جبل ليه؟ ما ترميش عليه المسؤولية نهائي. محمد أبو جبل ما يترميش عليه المسؤولية نهائي. أيوة ما صدش ولا ضربة جزاء، ما صدش ولا ضربة جزاء، بس بغض النظر ما رميش عليه المسؤولية نهائي. حتى لما ضيع ضربة الجزاء، مهند لاشين اللي نازل المفروض إن هو يشوت، يخاف يشوت أبو جبل يضيعها. ما إذا كان أبو جبل جابها كنت أنت برضه هتشوت ضربة الجزاء بتاعتك. لو نظرنا للمباراة في خط سيرها بالكامل نلقى ان التغييرات كلها من اولها لاخرها خطأ. التغييرات كلها غلط من اولها لاخرها. مين محمود حمادة اللي نازل بدل مروان عضية؟ فين الخبرة اللي عنده؟ كورة داخل منطقة الجزاء يتكعبل فيها يمين وشمال، طفل صغير. لو لاعب من الناشئين كان جابها. مستكبر
وعاوز تعمل لي الميزانيه. طبعا دي تعليمات اتحاد كره، عاوز يعمل لي المعادله انه يساوي بين الفرق كلها. دي تعليمات اتحاد الكره، دي تعليمات حازم امام. ان مدام الزمالك واخد منا كام لاعب، مدام البيراميدز واخد منا كام لاعب. بص للكابتن حسن شحاته، الكابتن حسن شحاته خدهم من ايدين جوزيه، خدهم من ايدين من والجوزيه. كان في ارض الملعب 9 لعيبه من النادي الاهلي، مع عمرو زكي من الزمالك، مع حسني عبد ربه من الاسماعيلي، مع محمد زيدان واحمد حسن محترفين خارجيين. خدنا بيهم كاس الامم الافريقيه 3 مرات على التوالي، 2006 و2008 و2010، مع محمد نادي جده من الاتحاد السكندري كان في التوقيت ده في 2010. في البطوله اللي ما راحش فيها محمد ابو تريكه ساعه ما كان مصاب، كان بديل محمد نادي جده. وحصل النادي الاهلي على البطوله، وحصل منتخب مصر على 3 كاس افريقيه. ملاعب لي احمد حجازي بدوار محمد عبد المنعم. مال ياسر ابراهيم اللي لاعب كاس العالم للانديه ومؤدي جبال فرق اوروبا كله. كان ياسر ابراهيم مع محمد عبد المنعم كان يعملوا افضل جودته هما الاثنين في خط الدفاع. لكن لا، مدير فني من اول لاخر غلط. تقدر تقولوا لي ايه الخطه وايه الفكر الفني اللي كان بيلعب بيه قدام الكونغو؟ انا مش لاقي اي فكر فني. ايه الفكر الفني اللي كان بيأديه؟ هتقول كان بيلعب كره هجوميه؟ فين هي الكره الهجوميه؟ احنا لعيبه الكونغو كانت واخدانا فحت ورد، كانت واخدانا غسيل ومكوى. وللاسف للاسف منتخب مصر ما عادش منتخب مصر، ما عادش الكره المصريه. انتهت الكره المصريه بسبب مين؟ اداره فاشله، اداره في اتحاد الكره المصري فاشله، يرأسها جمال علام، يرأسها جمال علام. وطالب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إقالة اتحاد الكرة بالكامل بعد خروج مصر بهذا الشكل المسيء، إقالتهم بالكامل. زي في 2019 لما تم خروج منتخب مصر في الدور الأول أو في دور ال 16، في نفس الشيء، في دور ال 16 في 2019 خرج منتخب مصر على ايدين في جنوب أفريقيا، وتم إقالة مجلس هنا بوريدة بالكامل. اليوم المفروض ان احنا يتم اقالة مجلس جمال علام بالكامل بعد خروج كأس الامم الافريقية على ايدين الكونغو الديمقراطية، اضعف فرق البطولة، اضعف فرق البطولة. انا مش لاقي كلام نقوله، مش لاقي حتى عشان عاوز اتحدث فنيا داخل الملعب على الفكر الفني، ما لاقيش فكر فني كان بيتلعب بيه. من يقود اتحاد الكرة داخل مصر؟ مين اللي ماسك الرياضة في مصر؟ مين اللي ماسك الرياضة في مصر عشان يجيب مدير فني أجنبي من البرتغال يدفع مبلغ وقدره؟ أعلى راتب في بطولة كأس الأمم الأفريقية هو حصول المدير الفني لمنتخب مصر، أعلى راتب هو المدير الفني لمنتخب مصر. ورغم ذلك لم يقدم شيء مع منتخب مصر، ما قدمش أي حاجة مع منتخب مصر. فمنكم لله، منك لله يا جمال علام، منك لله يا حازم إمام، منك لله على القائمين على الكرة المصرية بالكامل في داخل اتحاد الكرة، منكم لله جميعا. الكابتن رضا عبد العال ما غلطش، والله الكابتن رضا عبد العال ما غلطش. أي نعم قلت إن هو كان مسيء لمصر الكابتن رضا عبد العال في تريقته في الإعلان الشهير على اختيارات فيتوريا، وقلنا ده منتخب مصر يا جماعة ولازم نساند منتخب مصر. لكن الكابتن رضا عبد العال ما عندهاش غلط، الكابتن رضا عبد العال ما كانش عنده اي غلط، تشكيل غلط، اختيارات غلط. حد يسيب حسين الشحات ما ياخداش؟ ده من ضمن الغلط. ليه حسين الشحات ما يتخدش؟ في لعيبه كتير غير حسين الشحات، في لعيبه كتير، في لعيبه كتير كان المفروض ان هي تتاخد. كهربا يقعد ليه احتياطي؟ كهربا يقعد احتياطي لمين؟ يقعد احتياطي لمين كهربا اساسا؟ مصطفى محمد من لما استنى كوره تجيلها في الهواء عشان يلعبها باليد؟
ايه اللي عمله مصطفى محمد؟ ده بضربة جزاء وضيع ركله في ركلات الترجيح. في ضربة الجزاء كان المفروض اللي يسدد الكرة احمد سيد زيزو، لا تعمد هو وخد الكرة وراح وقف عليها عشان يشوط الكرة. ماشي يا مصطفى محمد، عاوز تاخد هداف البطولة 4 أهداف على التوالي، ماشي يا مصطفى محمد. لما راح لركلات الترجيح شاتها بالعارضة بره. الركله الثانيه لولا ستر ربنا ان اللاعب الكونغو يشوتها في السماء فوق. عارفين اللاعب ده اللي هو شاتها في السماء، اللي هو كان لابس فانلة رقم 26، ده اللي هو شات الضربه الحره المباشره اللي كانت على منتخب مصر وشات الكره في السماء. ارجع للمباراه وانتوا تفهموا دي. في النهايه يا ربنا يعوض على الكره المصريه، وفي النهايه يفضل النادي الاهلي غصب عن الحاقدين تماما، يفضل النادي الاهلي هو الشمعة اللي منورة داخل مصر. شكرا والسلام عليكم.